السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. موضوعنا النهاردة هنحل بيه مشكلة بتواجهنا واحنا بنكتب بالعربي على تطبيق كاب كات. لما بتيجي تعدل على فيديوهاتك وتكتب بالعربي عادي جدا، عاوز تكتب اي حاجة تظهرها للناس اللي بتتفرج على الفيديو، او عاوز تكتب اي حاجة تريحك باللغة العربية، فالكلام بيطلع لك بالمعكوس. يعني مثلا دلوقتي انا عندي فيديو عادي جدا، هبتدي ان انا اجي عند اداة التكست وهبتدي ان انا اكتب النص عادي، هيطلع لي بالشقلوب او هيطلع لي لو انا كتبت باللغة العربية بيطلع لي بالشكل غلط، يعني مش بيتقري اصلا. وده كمان بيمنعك انك انت تستخدم الانيميشن الموجودة جوه الكاب كات عشان تطبقها على النص، وكده ممكن موضوع الفيديو بتاعك ما يكونش متكامل. الحل بتاعنا عن طريق الموقع ده، هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو. كل اللي عليك بقى انك انت بتخش على الموقع وبتبتدي عادي جدا تكتب الكلام اللي انت حابب تكتبه باللغة العربية عادي جدا، وهتلاحظ ان في سهم ناحية المربع التاني كده، هتبتدي انك انت تدوس عليه، هيحول لك الكلام اللي انت كتبته بالشكل المعكوس اصلا. فكل اللي عليك بقى انك انت هتاخد الكلام المعكوس ده كوبي، وهتبتدي ترجع تاني على التطبيق كاب كات، وهتبتدي تحط الكلام زي ما هو بالظبط كوبي بيست، وهو لوحده هيبتدي يكتب لك الكلام باللغة العربية بالشكل المظبوط. كده بقى انت قدرت انك انت تستخدم الانيميشن الموجودة جوه كاب كات عشان مثلا تعرضه بطريقة معينة تلفت الانتباه. تقدر انك انت تكتب باللغة العربية، تقدر انك انت كمان تلونه وتعمله بالشكل اللي يريحك. الكلام هنا هيبقى اريح كمان ومناسب. بكده اكون حليت لك مشكلة من مشاكل كاب كات، والموضوع يعني سهل وبسيط. اتمنى ان انت تكون استفدت. ان شاء الله في السلسلة بتاعت كاب كات دي هنقدم كل المواضيع اللي تخص كاب كات، وكمان اللي تخليك تعدل على فيديوهاتك بشكل احترافي. ما تنساش اللايك والمتابعة والكومنت. انا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.